ماذا هناك؟ هل يبحثنا عن انسحاب؟ لا، كمل. والله تحسس فيها غبار. والله تحسس فيها غبار. والله الا شي كوطه نحضر داك الجناب. عاوتاني تاكتيف السحور. فتحت القوه، جوج بلانتيات، فتحت القوه، جوج بلانتيات، ما وحده ما جوج. ما كنآمنش بهاد الخرافات الاخوان، ولكن في هاد الماتش هذا رجعت كنآمن. ما يمكنش تقنعني باللي السنغال ما كانوا مستعملين والو. أصعب سحر أسود كاين في التاريخ عند السنغال. ما يمكنش كرة ما بغات تدخل كاع نهائيا، لا بيلانتي لا كرات لا حتى لعبة ما بغات تدخل. وانا يا عباد الله على ماتش كي داير ترى ما يمكنش. ترى الثقاف تا السحورة عباد الله درا كياكلوه وكيشربوه. بعد مسألة المباراة ديال اليوم ما بين المنتخب المغربي النسوي والمنتخب السنغالي كنتأكدوا ونزيدوا نتأكدوا أن سعر السنغال مازال خدام ومازال شاد فينا. لكم من سيناريو منتخب الرجال. الشعب الجزائري صار شعبا متفرنسا لا هوية له، وأصبح صاحب هوية ممسوخة لا يعرف شيئا عن الدين ولا عن الإسلام. donc match bi neex na lool te góol yu baax la ñu am bu tay bi ay na ci góolu keroog premier match bi contre Algérie malgré perdre nañ match boobu ay bal la génne ay but la génne. احنا على سنتنا لا تسي ما فاش كاين الخدمه لما طلع لي الخير. المغرب التربية والتعليم. لا أهلا ولا سهلا، فما لي أن أرحب بكم ولا لكم أن ترحبون بي. تصرفات غريبة بدأت تتكرر في الملاعب السنغالية إلى نشر بيان رسمي أعلنت فيه الحرب على ما يعرف بالجريجري أو ممارسات السحر داخل كرة القدم. الرابطة السنغالية لكرة القدم اعتبرت أن هذه التصرفات تسيء إلى صورة اللعبة وتبتعد عن الروح الرياضية. لا إله إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. المغربيات مالكم؟ السيناريو غير هو يتعاود. سينيغال ضيعتو بينالتي. فهموني انا هذه الحكايه هذه فهموها لي. والله يديك اللارو. اولا انا كيفاش مدرب ديال السنغال كيتحاور مع المساعده ديالو على الطريقه المساعده ديالهم وبيناتهم بعد ما الحكم صفر بينالتي المنتخب المغربي. راه واحد السيناريو الصراحه غريب وفغيمون كيضحك. جانا بينالتي، شكون اللي غادي تيري؟ ياسمين المرابط غادي تيري هذا البينالتي هذا وغادي يضيعوا. هادي راه هرباتو ليا، راه ما يمكنش. عطاو بينالتي ما ماركاتهاش في الاول، عطاوها تعاود وما ماركاتش عاود ثاني، راه ما يمكن. دابا عاد تاكدت بان السنغاليين كيامنوا بالسحر، وراكم شفتوا هذه الفرصه هذه اللي كتشوفوا في الصوره كيفاش هذه الكره ما بغاتش تدخل، ضربات في المدافع ورجعات، وضربات في الحارسه ديالو ورجعات، وضربات في البار ورجعات. يعني داك الشمهاروش اللي كانوا حاطينه في الشبكه ما خلاش اللاعبات ديالنا يسجلوا الهدف. كوزين ما كاين لا كوزينتك لا والو، راه كاين السحور كاين تيبيخه، واش الدراري ديالهم اللعابه جايبين الفاطل جايبين الهاشيش والماشيش الدريات علم الله. وطلها لي ياسمين مرابط كتضيع جوج مرات صراحه غريبه تقديو في نفس البلاصه. فهمت علاش؟ من بعد كنشوفوا الرياكسيون ديال رئيس الجامعه الملكيه اللي هو السيد فوزي قجاب كيفاش طاع ديك البيلانتي بغرابه. زيدنا اللابواس راه خلقوا مجموعه محاولات، ولكن الكارديان ولا الحارسه ديال المنتخب السنغال جدات بزاف ديال الكرات. ياسمين انا قلبي حزين، مش عارفه بتضيعي قدام مين، مش عارفه ان احنا بنلعب السنغال يا ياسمين. باي باي منتخب السنغال للسيدات، يلا شغلوا الطائرة وارجعوا لبلدكم، يلا مع السلامة. أنا راضي على هاد البنات، الله يعطيهم الصحة، الأولاد في المجموعة. باي باي سنغال، المغرب يطردها خارج بطولة أفريقيا للسيدات، ليس لديك مكان معنا، احنا هنا الكبار. اللي اليوم كان مازال فيهم هذيك العقليه، صاحبي حتى النساء شويه صاحبي النساء ديالهم شويه منرفزات ومنا، وحتى المنتخب المغربي عنده واحد الحاجه اللي هذا المدرب هذا فيلدا نورمالمون كان يسير عليهم في الفيستير ما يتعصبوش، ما يمشيوش معاهم في اللعب ديالهم. جات ضربه جزاء تراضت في الاول وتعاود تراضت في نفس البلاصه. علاش؟ لانه ما كانش مركزه. هو البينالتي الثاني غادي تعاود تيري هي نيت، ولكن شنو غادي يطرا؟ شنو الغريب في هذا السيناريو هذا؟ هو غادي تضيعوا عاوتاني، غادي تعاود تضربوا في نفس الجهه اللي تيرات لي قبل منه.
ها هي الحسره ديال المنتخب السنغالي السيدات بعد الخروج من كاس افريقيا مبكرا امام المنتخب الوطني المغربي النسوي، وبطبيعه الحال الوقت كدوز دغيا 18 جونفي عشنا نفس الحسره امام المنتخب السنغالي، لكن كانت احداث اللي هي مؤسفه، كانت السحه والشعوذه، كان بطبيعه الحال التحكيم، كان بزاف ديال الامور. يمكنش يقنعني بلي السنغال ما استعملوش السحر الاسود ولا البنفسجي ولا مختلط الالوان في هذه المباراه. الحماق اصاحبي بزاف. تخيل معايا الاكس جي ديال المنتخب 4.41، الاكسبكتد جولز 4.41، 4 الاهداف ونص، والمباراه سالت ب0-0 بالتعادل السلبي. والخيال العلمي صاحبي هذه المباراه هذه كانت خصها تسالي بواحد 5-0 6-0 بالبارد، اقلتها حاجه، راه ما يمكنش يا صاحبي. الدراري راه ضيعوا كيضيعوا لك وحده جوج، ما عرفتش كنلعبوا معاهم كنوليو حيوان ما كنعرفوش نلعبوا. تيلقاو البطوله كامله كيلعبوا مزيان، وصلوا ضد السنغال صافي ما كيعرفوش يباسيو كور. هذا الماتش ديال اليوم بزاف تسليم، الكره حلفت ما تدخل، الكره قالت المنتخب الوطني المغربي ما دخلهاش. انا هاد السنغاليين متقفين الشباكي بجوج ترى بزاف، ولكن احسن حاجه هي التقصاو. الله يعاون. باي باي. الصراحه السنغاليين خاصهم يشوفوا معاهم شي حل باش ما يبقاوش يخليوهم يشاركوا في كاس افريقيا ولا كاس العالم ولا اي بطوله، لانهم خطر وكيربحوا غير بالسحور. عرفتوا داك السحر الاسود هو اللي كيامنوا به. اكثر وحدين اللي كنا مقولبين فيهم حنا المغاربه وكانوا عزاز عندنا، كنا كنقولوا راه مسلمين وكيصليو وعايشين معانا هنا في المغرب. كاين اللي كيعرف يهضر بالدارجه كاع بطلاقه تقول راه مغربي، ولكن صدمنا فيكم صدمه اللي ما بعدها صدمه. البلانتيات زعما ما تفوقوش داك السحر ديال البلانتيات، زعما ما تشوفوش كيفاش ديروا ليه الدراري. اللي تقولوا لي كوزيتك الله يرضيك، خلينا من البينالتي ومن انك من الغباء تعاود نفس التجربه جوج ديال المرات وتستنى نتائج مختلفه. هادشي كامل غنهضروا عليه كرويا غادي نهضروا، ولكن كاين شي كوار اللي بزاف اللاعيبه هي والشبكه كتضربها الكره ما كتبغيش تمشي، شويه كتضرب لك في شي حارس في شي مدافع كيخلق لك من الارض. هاد الناس هادو ماشي عاديين، عندهم شي حاجه كيستعملوها اللي ماشي عاديه. اللي كانت عرفت هذه المقابله، والحمد لله اليوم كنستطيعوا اننا نخرجوا السنغال من المسابقه بكره القدم فقط ولا شيء غير كره القدم. هي التاريخ يعيد نفسه. شهر 1 لشهر 8 ما دارش العام ورجع الصاب بطبيعه الحال دغيا الحمد لله. المرة دي ده غلبت الشيطان. البنات عندهم يعني يكسبوا الشياطين. الواحدة لو عاندت يا ويلك، البنات اخطر من اي شيء في الدنيا. البت ممكن تعمل بلاوي سودة انت كراجل ما تتخيلهاش. المغرب يتصدر، لبؤات الاطلس يتصدرون ويصعدون الى الدور القادم ومنها الى كاس العالم. النهارده المنتخب المغربي امام منتخب السنغال عمل كل حاجه في الكوره، عرضيات، شوط، ضربات جزاء، ولكن سوء الحظ يقف للانتصار. ولكن بهذا التعادل تكون منتخب السنغال خارج كاس العالم. ولكن واحد الكره ديال سكينه اوزراوي ترى اكارا ميسي اصاحبي، ترى كيفاش دريبلات لك الاولى والثانيه والثالثه ومشات بحال قريبه من المرمى. كان يقدر يكون هدف عالمي، كان يقدر يكون هو بيست جول في التورنمنت. ومحاوله مورا محاوله ومجديد كارديانا ديال السنغال كتجبد بزاف ديال الفرص. ولكن اهم حاجه ورغم التعادل السلبي ب 0-0 تصدر المجموعه ديالنا ب7 ديال النقاط. صعود المنتخب المغربي للسيدات كمركز اول المجموعه، وخروج المنتخب السنغالي من دور المجموعات. مع السلامه يا سنغاليين.